الحرب ديال الرمال. الخلاصه ديالها هو ان الحسن الثاني مشى يتعدى وبغى ياخذ الارض، قتل هاد العصا وما خداش الارض، بالعكس دخلوا 20 كيلومتر. عندنا الفيديو موجود هنايا، 20 كيلومتر الجيش الجزائري توغل في الاراضي المغربيه 20 كيلومتر بقول الحسن الثاني. الحسن الثاني كيقولها وكيخرج بوسبيري، كيخرج ويبدا يخربق علينا شي تخربيق باللي شدينا شي نقريحه درنا الهادي وشي قصص كتجيبوها من الخيال وديال الف ليله وليله، كتجيبوهم وكتبغيو تحطوهم هنايا وكتظنوا اننا حنا يعني هذا الانسان اللي يعني مكرم بالعقل، باغيين نتوما تسحبوا هذا العقل هذا باش نسمعوكم نتوما. علاش؟ حيت عندكم القرعه وعندكم الزروطه وعندكم كتقمعوا الناس، داكشي باش بغيتوا الناس غادي يصدقوكم. حنا كنقول لكم حنا ما كنخافوش من القرعه ديالكم، ما كنخافوش من سيادكم، ما عندنا حتى شي حدود ديال التخويف ولا غادي تخلعونا. لا بالمحبه ديالنا للجزائر. نتوما كتخلعوا، نتوما المغاربه كاع المعارضين رديتهم ما كيقدروش يهضروا على الجزائر، كلهم ولاو اعداء الجزائر حيت خايفين من المخزن. كنعرفوكم مزيان علاش كتقولوا ماشي يعني حيت عندهم عقل ولا انهم يعني عندهم تحليل سياسي وعارفين شكون هي الجزائر، لا، خوف من المخزن. المعارض المغربي كيبغي يكون ضد الجزائر، علاش؟ باش كيخلي واحد الخيط ديال الود ما بينه وبين الجزائر.